اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جديد اهو. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ النهارده يا رب الروتين بقى تكونوا عند بخير. حماتي مع قناة هلا هنقول حسنين. بسم الله اتمنى كده بقى الاشتراك في قناتي ونبتدي وروتين جديد لازم اهو. نسمي طبعا قبل ما نعمل اي النهارده حاجه الروتين نذكر بقى الله عند كده. حماتي. يلا حبيبتي كده ونقول قومي بسم الله تشجعي كده وشيني فرشك كده ونبتدي. ونفضيه لازم وفرشي تاني نسمي لو طبعا هو قبل ما نضيف. نعمل اي حاجه لو هو عايز نذكر الله يتغسل كده. قومي اغسليه. يلا حبيبتي قبل كده دخول قومي الشهر الكريم تشجعي علينا. وشيني فرشك كده كده بقى ونفضيه كنا في وفرشي تاني لو الصاله هو نضيف. كنت لو هو بقى عايز بعين يتغسل قومي القعده اغسليه دي قبل عشان دخول ايه الشهر هنفض الكريم الفرش علينا. واغير الحافظ بس. هو كده بقى السجاد كنا في اللي تحت ما الصاله دام مفروش عليه حافظ كنت بقى بيفضل بعين نضيف ما القعده دي بيتوسخش. عشان ايه فانا هنفض قلت اغير الفرش واغير الحافظ الحافظ بس. وامسح الحيطان. هو السجاد اللي كلها تحت يعني ما دام حاجات مفروش عليه بسيطة كده حافظ بيفضل بس نظيف. بتفرق ما بقى في البيت. بيتوسخش. فانا قلت اغير كده بقى كنت الحافظ بطبق الحافظ ده عشان مش الحيطان. هفرشه هغسله كلها طبعا. يعني حاجات بسيطة كده بس كانت المية بس قطعة بقى بتفرق فقلت بقى اغسله في بعدين. البيت. ان شاء الله كده اغسله بقى معاكم كنت برضه. بطبق الحافظ ده عشان مش هفرشه هغسله ما طبعا. هي المية مش مضمونة بس فعشان كانت كده المية بقى قطعة ايه بقى فقلت اغسله ما بعدين. عرفتش برضو ايه اغسل ان شاء الله السجاد. اغسله فلما معاكم لقيته برضه. نضيف سبته. قلت اغير ما الحافظ هي اللي المية مش عليه مضمونة فعشان كده بقى ايه والبيت برضو ما عرفتش شكله برضو ايه بيتجدد اغسل السجاد. وابسط فلما حاجة لقيته نضيف سبته. كنت بقى بكنس قلت اغير السجاد الحافظ عشان اللي عليه. والبيت وفي برضو الصيف احنا شكله مش بنفرش بيتجدد سجاد كتير وابسط كده حاجة. بس عشان لسه الجو برضو كنت بقى مبرد بكنس السجاد عشان ففرشين ألمه. سجاد وحصر والحافظ عشان يعني ايه وفي يدفي البيت. الصيف احنا مش بنفرش سجاد كتير كده بس عشان لسه الجو برضو مبرد كنت بقى بكنس ففرشين سجاد السجاد وحصر والحافظ عشان يعني ايه يدفي البيت. والمه بقى اطبقه والمه. كنت بقى بكنس السجاد واحطه واشيله بقى واحطه على جنب والمه بقى عشان اطبقه ايه والمه هفرشه تاني واحطه والحصر واشيله برضو بقى اللي تحت واحطه على كذلك جنب كده هشيلها برضو عشان ايه وانفضها وافرشها هفرشه تاني. تاني. مفيهاش اي حاجة اهو والحصر كده برضو بقى اللي تحت بلمها كذلك هشيلها برضو وانفضها وافرشها تاني. هي مفيهاش اي حاجة واشيلها بقى. ولو كان في مية انا كنت اهو غسلت كنت كده الحافظ بقى على طول بس بلمها بصراحة ما لقيتش مية بقى فقلت ايه اسيبه اليوم تاني يعني ما عطلش واشيلها نفسي بقى. وافضل قاعدة. ولو كان في مستنية مية انا لما كنت المية غسلت الحافظ تيجي على طول عشان بس هي مش بصراحة ما مضمونة لقيتش اصلا مية بقى هتيجي فقلت امتى. ايه اسيبه اليوم تاني. كنت برضو يعني ما بعدي عطلش الحصيرة نفسي كده وافضل كنسة عشان لو قاعدة عليها اي حاجة وانفض لو مستنية فيها لما تراب. المية تيجي عشان هي مش وامسك بقى مضمونة المقشة اصلا هتيجي واكنس. امتى. كنت برضو بعدي الحصيرة كده كنسة عشان لو عليها اي حاجة وانفض لو فيها تراب. كنست بقى الصالة وامسك بقى المقشة واكنس. وقلت بقى ايه اغسل الحيطان معايا بالمرة عشان تبقى نضيفة كده كنست برضو بقى وبتدي الصالة ريحة حلوة في البيت لما بتبقى الحيطان مغسولة. وقلت بقى والحاجة ايه اغسل نضيفة. الحيطان معايا بالمرة كده. كنت بقى بكنس عشان تبقى نضيفة كده برضو وبتدي ريحة حلوة في البيت لما بتبقى الحيطان مغسولة والحاجة نضيفة. اهو كده كنت بقى بكنس برضو بعمل ورا الباب. اجيب لو في حاجة ورا الباب جبت الأوضة معايا برضو بعمل ورا الباب. اجيب لو في حاجة ورا الباب جبت الأوضة معايا والم بقى الزبالة واشوف بقى همسح الحيطان ولا هعمل ايه. اهو والم بقى الزبالة. حبة بريل كده وسلكاية عشان ايه اغسل الحيطان. بما اننا بقى هنغسل الحيطان فيبقى بريل بقى وسلكاية كده. ومسكت بقى البريل والسلكاية عشان ايه اغسل الحيطان. بما اننا بقى هنغسل الحيطان فيبقى بريل بقى وسلكاية. ومسكت بقى البريل والسلكاية وعلى الحيطان على طول كده بقى بدعكها كويس بالبريل لان الاولاد بيكتبوا عليها من فوق لتحت. بدير الكاميرا برضه عشان اغسل الجنب بدعكها كويس بالبريل من فوق لتحت. بدير الكاميرا برضه عشان اغسل الجنب التاني. اهو كده كنت بقى غسلت الحيطة كلها وبشطفها برضو بمية. اهو كده كنت بعد ما بشطفها برضو بنشفها بأي حاجة عشان ايه لو في اي حاجة برضو في الحيطة بتطلع برضو بشطفها برضو بمية بعد ما بشطفها برضو بنشفها بأي حاجة عشان ايه على الباب بقى لو في اي حاجة برضو في الحيطة بتطلع برضو في القماشة والمية بتنشف عشان برضو الحيطة ما تبص.
بقى تنظيفة سريعة على طول. مسكته وغسلته كده كويس. قلت يعني بدل ما اكسل واقول بقى مفيش مية واسيب الغسيل لبكره ولا حاجة، قلت بقى تنظيفة سريعة على طول وامسح الحيطة. قلت يعني بدل ما اكسل واقول بقى مفيش مية واسيب الغسيل لبكره ولا حاجة، قلت لا، قلت بقى اغسلهم كده على طول وامسح الحيطة. كنت بشطف بقى وافرش الفرش تاني لحد ما المية. هو الجزء اللي فوق ما بيتوسخش زي اللي تحت، عشان اللي تحت الاولاد بيلعبوا وبيعملوا، فهو بيشطف بقى الحيطه. هو انا بغسله هو يعني، بس وانتي بتغسلي هو الجزء اللي فوق ما بيتوسخش زي اللي تحت، عشان اللي تحت الاولاد بيلعبوا حاجه بيعملوا، فهو ميه لا قدر الله، فهو انا بغسله هو يعني. بس وانتي بتغسلي خلي بالك من الكهرباء، عشان لو في كهرباء ولا حاجه وجبت عليها ميه لا قدر الله تبقى مشكله. من ورا ومن قدام. ومسكت الباب برضو شطفته، والحيطة برضو كده كنت شطفتها، فورا ومن بقى هنشفها. جبت بقى اي حاجة عندك قماشة اي حاجة، والحيطة برضو تشرب مية كده كنت شطفتها، فكنت بقى هنشفها. جبت بقى اي حاجة عندك قماشة اي حاجة بقى بتشرب مية، وشدت المية على طول. هي كانت الارض نظيفة، مش ميتها مش وسخة يعني، دعكتها كده بالمقشة غسلتين وشدت المية على طول. هي كانت الارض نظيفة، مش ميتها مش وسخة يعني، دعكتها كده بالمقشة غسلتين، ودخلت المية بقى على الحمام. ومفيش احلى من الشغلة بدري يا بنات يعني، بجد والله لما تقومي بدري كده ساعة، لو انتي مش عارفة تنظمي وقتك ازاي، مفيش احلى من الشغلة بدري يا بنات ازاي يعني، بجد والله لما تقومي بدري كده ساعة، لو انت مش عارفة تنظمي وقتك كده اساسي كل يوم ساعة، تنزلي عند حماتك يعني بتصحي 10 اصحي 9، اصحي بدري ساعة 9 اصحي 8 ساعة واحدة كل يوم، هتنجز معاكي. خليكي كده اساسي كل يوم ساعة، ما اكدبش اللي قال ما تصحي 10 اصحي 9، تصحي 9 اصحي 8 ساعة واحدة. حبيتي تريحي بقى بعض الظهر هتنجز معاكي كتير، والشغل بدرية ما اكدبش اللي قال الشغل بدري بصراحة بترتاحي منسية بجد يعني. حبيتي تريحي بقى بعد الظهر حبة، كنت بقى في الحصر تاني، بس لما بتعملي الشغل بدري بصراحة بترتاحي كده. بس عشان كانت الكاميرا على كنت بقى في الحصر تاني، كنت بعدل تحتها، استنيت طبعا لما الارض نشفت حبة كده، بس عشان كانت الكاميرا على الحصر على طول، كنت بعدل تحتها السكات بتاعي، قلت استنيت طبعا لما الارض نشفت حبة، والحافظ بقى انتوا لما رحت فرشة الحصر على طول. وجبت برضو السجاد بتاعي مش وسخ، افرشه، لاني مادام محطوط عليه حافظ بيحفظ. والحافظ بقى انتوا لما اغسله بيحفظ السجاد. هو السجاد بصوا مش وسخ، لاني مادام محطوط عليه حافظ بيحفظه بصراحه. الحافظ ده بصراحه حلو بيحفظ السجاد جنبها. واجيب بقى السجاده التانية واحطها جنبها اهو، واجيب الحافظ بقى افرشهم عليه اهو، بفرشه بقى بالعرض بحيث واجيب الحافظ بقى افرشهم السجادتين. هو انا كنت بفرش 2 وده غير التاني، بفرشه بقى بالعرض بحيث انا شلت اغسله وقلت بقى برضه السجادتين. هو انا كنت بفرش 2 وده غير التاني انا شلت اغسله وقلت بقى افرش، وارجع بقى الحاجات تاني مكانها. القعدة بتاعتنا ارصها تاني، وارجع بقى الحاجات تاني مكانها. يساعدني طلعت لي من جوه وانا ارص يعني. القعدة بتاعتنا ارصها تاني، وبقى يحدف لي وانا احط يعني ارصها مكانها. طلعت لي من جوه وانا ارص يعني، ما خدتش معايا يعني، وانا احط يعني ارصها ساعة الا ربع بالكتير او نص ساعة. وبدل ما اكسل كنت هكسل واقول خلاص مفيش ميه ساعة الا ربع الحمد لله او نص ساعة. متكسليش على الشغل، عشان وبدل ما اكسل تبقى صعب كنت هكسل واقول خلاص مفيش ميه فالحمد لله يعني ما تكسليش على الشغل عشان بكملها. تبقى صعب لما بتتراكم فوق بعضها كلها حبة يعني، الجو يصيف ان شاء الله ورص المدافع بتاعتها كده بقى يبقى الفرشة اخف برضو.
كلها حابة يعني الجو يصيف ان شاء الله. الصيف عايز مسح كل يوم، وعايز بصراحة نفرش كده بقى، يبقى الفرش اخف برضه. الصيف عايز كل يوم تمسحي كل يوم، حتى لو البيت هو نضيف الصيف عايز عايز مسح كل يوم، وعايز بصراحة نظافة. ما غير بيزهقش الشتا برضه، بصراحة زي الشتا برضه الصيف في عايز المسح. كل يوم تمسحي كل يوم، فبحسه احلى حتى من